انت عارف ليه المصريين والخلايجة بيحبوا الزمالك جدا؟ الزمالك منطقة تاريخية عريقة في وسط القاهرة بالظبط، بيوتها مبنية بشكل معين، اماكن خروج وتمشية الناس بتحبها، واحلى حاجة فيها واللي كل الناس بتحبها ان لازم يبقى فيه نماذج تانية زي الزمالك في اماكن مختلفة. في نموذج حديث بيطل على النيل وبيحل كل مشاكل الزمالك بلا استثناء. جوريان مركز لتجمع سكني كبير جدا، عرض النيل هناك اوسع من الزمالك بكتير، من 190 ل 300 متر، يعني فيو احلى واوسع بكتير، بيوصل ل 2 كيلو ميه في بعض الاماكن، مفيش زحمه بقى ولا مشاكل ركنه، البنيه التحتيه اجدد تماما. جوريان جيتد كوميونتي وجواه دبل جيتد كوميونتي. الزمالك ما نعرفش نعمل فيها كده، ما هي دي الحاجات اللي بتميز المدن الجديده عن القديمه، والدوله بتسعى بجهد كبير جدا في الموضوع ده، والمشروع ده تحديدا مشروع قومي مهم هيخلص اسرع مما تتخيل. طب لما المشاكل دي كلها تتحل في جوريان، الزمالك هتفقد قيمتها؟ ده مستحيل يحصل، لان برضو عدد الحاجات الكويسه اللي بتبص على النيل هتفضل قليل، وكل واحد هيختار النمط المناسب لحياته. مع بدايه الاستلامات في جوريان هنقدر نحط مقارنات اسعار حقيقيه ومبنيه على كل نوع وحده بشكل منفصل، بس انا متوقعه زياده كبيره جدا بعد سنه واحده من دلوقتي. جوريان موقعها مميز جدا، ماسك بدايه طريق الساحل الشمالي في قلب زايد الجديده وجنب مطار سفنكس. الزمالك قريبه اكتر من مركزيه القاهره، والدوله بتحاول تقلل ده بالمناسبه. المشروع ده كسبان سواء لايف ستايل او استثمار وتأجير.